بعض الأحاديث وإشكالات تعيد أيضا حتى أفهم بدي يعني أبدي مرضت ولم تزلني، عطشت ولم تسقني، وربي يشرب ويسقي إلى أشياء من هذه الأشياء. هذه المتشابهات وكوها بعض الله وأصل قولي نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا، البعض يقول على الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تزرني أنه من المتشابهات ويجب تركها، فما هي نصيحتكم؟ تركها أعوذ بالله يعني نترك الآيات والأحاديث المتشابهة؟ لا، ما نترك، لكن نفسرها بالأحاديث والآيات الأخرى، نردها إلى المحكم، ما هو بنتركها، نردها إلى المحكم ونفسرها به حتى يتبين المقصود، لكن هذا جاهل مركب ما يدري. نعم. الحديث فسر بعضه بعض. كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال قد مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدت لوجدتني عنده. الحديث يفسر بعض بعض، لكن هذا ما يدري مسكين. والمصيبة الآن من المتعالمين يا إخوان اللي يتصوروا العلم بدون أصول وبدون قواعد، وإنما تصوروا العلم تصورا قصرا. هؤلاء هم الآفة على الإسلام والمسلمين. العلم يا أخوان ما هو يؤخذ إلا عن طريق التعلم على العلماء ومعرفة القواعد الضابطة للاستنباط والإحكام ومعرفة الأحكام، وقد حررها العلماء ودققوا فيها ودرسوها حتى نضجت. ولكن هذا لا يحصل أو لا يصلح إلا بأخذها عن العلماء. العلم إنما هو يتلقى، ما هو يؤخذ من الكتب وحدها، وإنما يؤخذ عن العلماء بالتلقي، والكتب إنما هي آلات، والذي يدرب عليها هم العلماء. فإذا أخذتها ولم تتدرب عليها قتلت وقتلت غيرك. لا بد من الوصول، ومن ضيع الوصول حرم الوصول. نعم.